دايت المعلومات يعني ايه؟ يعني المعلومه على قد الحاجه، ما بنتبرعش بالمعلومات. الناس عامه في حياتنا نوعين: نوع مهتم بيكي وبيحبك وخايف فعلا على مصلحتك، والنوع التاني شخص فضولي، شخص متحكم، شخص عايز يسيطر على حياتك وخلاص، او عايز يبقى عنده كل الانفورميشن ليها علاقه بحياتك ويقول لك تعملي ده وما تعمليش ده. الاشخاص الاولانيه اللي هم فعلا concerned واللي هم فعلا مهتمين بامرك واللي هم فعلا بيحبوك، هم دول الاشخاص اللي انت محتاجه تبرري لهم او تشرحي لهم اكتر. دول اللي خارج الانفورميشن دايت وفعلا انت متاكده في قرارة نفسك ان هم مهتمين بيكي وبتفاصيلك وكده، هم دول الاشخاص اللي احنا هنبرر لهم ونتكلم معاهم ونشرح لهم آلية اتخاذ القرار. ما عدا ذلك هو بره دايره التفاصيل، اشخاص مش لازم خالص تعرف معلومات، مش لازم تعرف تفاصيل، مش لازم ابرر لها اي حاجه في حياتي عامه. اديكي مثال كده: ليه ما نزلتيش معانا الاسبوع اللي فات يا بنتي؟ فاتتك الخروجه كانت خطيره. معلش اصل انا كان عندي حراره، واليوم اللي قبلها كانت بطني وجعاني، وما كنتش عامله شعري. انت مش محتاجه ده. غلط. براوينج. الاجابه الصح: والله كنت حابه ان انا ارتاح، ما كنتش قادره بصراحه خالص ان انا انزل. المره الجايه ان شاء الله تتعوض. بوم، خلاص انتهى. ده الرد الصح، مفيش تفاصيل اكتر من كده. ده اللي انت كنتي حاسه بيه، ده اللي انت قررتي تعمليه، نقطه.